البنت ما كانتش مصدقه لما اكتشفت ان حبيبها القديم اللي اختفى من 5 سنين ظهر فجأة في لمة الفصل. أول ما شافته قلبها اتملى مرارة، والذكريات كلها رجعت مرة واحدة من 5 سنين فاتوا. أيامها علشان يبعد عن مطاردة البنات الCE أو كان مأجرها تبقى المساعده بتاعته بالعقد وهما في الكلية. بس بعد 4 سنين معاه ما قدرتش تدخل قلبه. قبل التخرج البنت جمعت شجاعتها وسألته لو في يوم حس بيها، لكنه رد ببرود وقال إنه عمره ما حبها، وبعدها سافر يكمل دراسة بره وسابها تبقى أضحوكة قدام الناس. 5 سنين عدوا، جات لها دعوة الحفلة لما شمل. أول ما نزلت من العربية شافت بوستر كبير للCEO رغم انهم ما تقابلوش من سنين، بس هي ما فاتتهاش اي اخبار عنه. كانت فاكره مش هتشوفه تاني طول حياتها، لكن المفاجاه انها وهي بتعدي الشارع اتخضت لما عربيه الCEO كانت هتخبطها. السواق قال لها بسرعه الرئيس بيقول لك اتفضلي عدي. شكرته بسرعه، وساعتها الCEO من جوه العربيه قال لها تخلي بالها وهي بتعدي. صوته كان مألوف، قلبها اهتز، لكنها ما قدرتش تلمحه من ورا الازاز. في الحفله حد جاب سيره اكتر واحد ناجح فيهم وسالها عن اخباره. افتكرت الماضي وقالت باحراج انها ما تعرفش، وفجاه الCEO ظهر بنفسه، قعد جنبها وسلم عليها قدام الكل. وشه كان هادي، بس هي جواها كانت مليانه مشاعر متلخبطه. واحد من زمايلها خاف تكون مضايقه واقترح ينقله الاوضه، لكنها ابتسمت وقالت عادي، وقالت انه بقاله سنين بره وهي خلاص اتخطت الموضوع. لكن في الاخر ما قدرتش تتحمل وجوده، فادعت ان عندها شغل وسابت الحفله بسرعه. الCE او طلع وراها وعرض يوصلها، لكنها ابتسمت ورفضت. رجعت الشغل لقيت المدير بيعلن عن مشروع ضخم، ولو نجح كل الفريق هياخد زياده. فرحت لانها كانت محتاجه الفلوس علشان عمليه جدتها، لكن المفاجاه ان العميل هو شركه الCEO.